الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا معايا هنا فرخة كاملة، يعني متوسطة الحجم، زي ما انتوا عايزينها كبيرة عايزينها صغيرة، كل واحد زي ما هو عايز. منقوعة طبعا في الدقيق والملح والخل والليمون، كل الحاجات الجميلة اللي بتخلي ريحتها جميلة. هنعملها ايه بقى؟ هنعملها ريستو، او انا هسميها الفرخة المدلعة. ليه مدلعة؟ لان انا هعملها دلوقتي بحشوة الديك الرومي. اول حاجة هنعملها لها التتبيلة وهنشوفها مع بعض. معايا بقى للتتبيلة اللي هتبل بها الفرخة من بره ومن جوه: حباية من الطماطم، حباية من البصل، معايا ده روزميري، معايا زعتر جاف، معايا عصير ليمونة كبيرة او ليمونتين وسط، ومعلقتين خل، معايا ملح وفلفل، ودي رشة حبهان مطحون. هفرم دول واضيف كل الحاجات دي مع بعضها ونشوف بقى هنتبل الفرخة ازاي. معايا الفرخة غسلتها كويس، ومعايا التتبيلة اللي احنا شفناها، كل المكونات اللي انا شفتها مع بعض، اللي هي عبارة عن بصل، طماطم، روزميري، زعتر، ملح، فلفل، رشة حبهان بودر. هتبل الفرخة من بره ومن جوه ومن تحت الجلد من كل. شوفوا انا مورقاها زي الحمام زي ما انتم شايفين كده. هتبلها من كل ناحية واسيبها بقى في التتبيلة دي ليلة، ساعة، 2، مش اقل من ساعة، علشان تشرب كويس جدا من بره ومن جوه. هخلصها ونشوفها مع بعض. خلاص تبلت الفرخة من كل ناحية، من جوه ومن بره ومن تحت الجلد. هسيبها بقى لحد بقى ما تتشرب من التتبيلة دي، زي ما قلت ليلة، ساعتين على الأقل، ساعة كده. هنجهز بقى مع بعض نشوف الحشوة بتاعتها. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنعمل حشوة الفرخة. أنا جبت معلقة زيت ومعلقة سمنة. ليه حطيت زيت؟ هو السمنة أفضل، بس لأن دي سمنة بلدي فبتتحرق بسرعة، فأنا الزيت يحميها شوية. أول حاجة أعملها، معايا بصلة مفرومة هحطها في الدب. بعد ما تتدبل هحط، أنا معايا كوباية رز صغيرة، هشوحها معاها شوية كده. هنشوف مع بعض بس لما ادبل البصل. خلاص البصله دي هتقولي لي يعني ايه البصله دي اللي تعرف ازاي؟ هقولك لما تلاقي البصل لمع بالمنظر ده ولونه اتغير، يبقى كده خلاص هي دي. هحط الرز، كوبايه رز مغسوله، هشوحها معاها شويه وهنشوف هنعمل ايه بعد كده. خلاص شوحتها دقيقتين. هتبل معايا ملح وفلفل، ملح فلفل، دي رشه جوز الطيب، وديت زي ما انتم شايفين ربع معلقه كده كامل. بس كده بس كده، لان طبعا التتبيله اللي على الفراخ من بره اصلا فيها بهاراتها وحاجتها. معايا بقى هنا شويه زبيب وشويه مكسرات، هاخدهم برده تحميصه مع الرز. انا لسه لحد دلوقتي ما حطيتش الكبد والقوانص، لان انا ما بحبش القوانص تقرش، فخدتها غدوتين كده بحيث يعني تبقى شبه مستويه، وقطعتها صغير حتى هتلاقوها كده كاشه. ليه؟ لان انا مقطعاها صغير وشويتها. هناخد تحميصه الزيت كده والمكسرات مع الرز، وبعدين هحط الكبده والقوانص. هحط الكبد والقوانص يا دوب بس على ما لون الكبده يتغير، لان انا زي ما انا قلت انا مسويه القوانص. وبعدين هحط شويه ميه صغيرين، لان انا بحتاج ده نص تسويه عشان ما يعجنش. مش واحده يا دوب بس لون الكبده بس يغير، مش اكتر، لان الكبده اصلا ما بتستحملش السوا. خلاص انا هحط بقى شويه ميه، حوالي نص كوبايه ميه، وههدى عليه واغطي عليه لما يديني نص تسويه. طبعا الملح انت بتتحكمي فيه زي ما انت عايزه وحسب الكميه. ما شاء الله حشوتي جاهزه خلاص، شايفين؟ هنسيبها تبرد تماما، او يعني حتى يعني انا اعرف نحشي الفرخه، نسيبها تهدى كده وبعدين نحشي الفرخه مع بعض ان شاء الله. انا شايفين ادي الفرخه المتبله وادي الحشوه، وصينيه مدهونه سمنه على زيت. هحشي دلوقتي، هحط جوه وتحت الجلد وفي كل حته. يعني انا بقى همسكها احشاها كويس. طبعا العمليه دي مش هتنفع بايد، طبعا احنا عارفين هنحط جوه وهنا كده في كل مكان. لما اخلصها هنشوفها سوا.
حشيت الفرخه وقفلتها بالخله زي ما انا شايفه كده. دي مكسوره هي يعني، وانا بعملها اتكسرت مفيش مشكله. انا ما كتفتهاش، انا قفلتها بالخله. هاخد بقى من التتبيله بتاعتها كده احطها فوقها. انا طبعا وانا رايحه احشي ولعت الفرن على نار متوسطه. خليها في الاول على نار عاليه لما تغلي، وبعدين احط نار متوسطه قولي لمده ساعه، وبعدين هنبقى نشوف بعد كده نعمل ايه. زي ما احنا شايفين قفلت الصينيه بالفويل اهي كلها. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هخرمها كده ورق الفويل عشان يخرج البخار الزايد. زي ما احنا شايفين كده كام خرمه كده وخلاص. شايفين؟ هتقولي لي ليه؟ طب بتخرمها ليه؟ احنا عايزين عشان الفرخه ما تفرقعش، الجلد بتاعها ما يفرقعش، عشان اي بخار يطلع الزايد يطلع بره. هحطها في الفرن لمده ساعه ونشوف مع بعض. ما شاء الله شايفين المدلعه بتاعتنا. الفرخه المدلعه ما خدتش على فكره ساعه، خدت ساعه الا تلت ولقيتها مستويه خالص. انا هقطع واوريكم. شايفين قد ايه مستويه وجميله جدا. انا اقطع بالسكينه. انا هسيب ده وعلى ما اقطع واوريكم مع نشوف.